يعشق المغرب رغم أنه تزاد في فرنسا. يعتبر من أفضل المدافعين في العالم، لاعب محترف ومتواضع ومقاتل وملتزم بالقيم الرياضية. يحب الطبخ والسفر ويتحدث 4 لغات. يعشق الأفلام الأمريكية وخاصة تلك التي تتحدث عن الإصابات. كان يحلم بأن يصبح طبيبا عندما كان صغيرا. عميد المنتخب المغربي رومان غانم سايس. سنتعرف على مسيرته الكروية وإنجازاته مع الأندية والمنتخب المغربي وأهم الصفات التي تميزه عن غيره من اللاعبين. كما سنتعرف على بعض الحقائق المثيرة والطريفة عن غانم سايس. تابع معي المقطع إلى الآخر ولا تنسى تدوس لايك ومتابعة. رومان سايس هو لاعب مغربي فرنسي. ولد في 26 مارس 1990 في فرنسا من أب مغربي وأم فرنسية. بدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك فالنس في الدرجة الخامسة الفرنسية قبل أن ينتقل إلى كليرمون ثم لوهافر ثم أنجي في الدوريات الفرنسية الأعلى. في عام 2016 انضم إلى نادي وولفهامبتون الإنجليزي حيث ساهم في صعوده إلى الدور الممتاز وتأهله إلى الدور الأوروبي. في عام 2022 انتقل إلى نادي بيشكتاش التركي. وفي عام 2023 انضم إلى نادي السد القطري الذي أعاره إلى نادي الشباب السعودي. رومان سايس هو أيضا قائد المنتخب المغربي. شارك معه في كأس العالم 2018 وكأس إفريقيا 2019 وكأس العالم 2022 حيث وصل إلى المركز الرابع وسجل هدفا رائعا في الدور الثاني ضد البرتغال. سايس هو واحد من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في الانتصار الودي التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على البرازيل في مارس 2023. رومان سايس يتمتع بصفات عديدة تجعله مدافعا مميزا: القوة البدنية والتمركز الجيد والتواصل مع زملائه والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة والتحكم في الكرة والتدخلات الحاسمة واللعب بالرأس. سايس هو أيضا لاعب محترف ومتواضع ومقاتل وملتزم بالقيم الرياضية. رومان سايس كان يحلم بأن يصبح طبيبا عندما كان صغيرا وكان يلعب كمهاجم في بداية مسيرته الكروية. يحب الطبخ والسفر ويتحدث 4 لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. يعشق الأفلام الأمريكية وخاصة تلك التي تتحدث عن الإصابات. اكتب لنا رأيك في التعليقات وشارك المقطع. لا تنسى تدوس لايك وخلي متابعة، والسلام عليكم.